السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. عودة مارسيل كولر اليوم من سويسرا بعد قضاء أجازته مع العائلة استعدادا لقيادة تدريبات النادي الأهلي بعد انتهاء الراحة السلبية المقررة للفريق. مارسيل كولر ينوي تطبيق اليوم الكامل في التدريبات لتجهيز اللاعبين للفترة القادمة والوصول بهم لأعلى مستوى بدني. إدارة الأهلي تنتظر تقرير مارسيل كولر عن كل ما يخص الفريق خلال الفترة التي قضاها في الأهلي، وتوضيح جميع مطالبه خلال فترة الانتقالات القادمة للعمل على تحقيقها. ترقب في الأهلي والزمالك لنتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الأربعاء القادم. الجهاز الفني للنادي الأهلي يدعم ويحفز محمد شريف وأحمد عبد القادر بعد استبعادهم من معسكر المنتخب. محمد محمود وزياد طارق يعودون للتدريبات مع الفريق الأول بعد عودة الأهلي للتدريبات لتعويض اللاعبين الدوليين المتواجدين في المنتخب. قرار مجلس إدارة النادي الأهلي التوصية لشطب عضوية هناء حمزة وانعقاد الجمعية العمومية يوم 28 المقبل لاتخاذ القرار النهائي. التحقيق مع هناء حمزة في لجنة القيم التابعة للجنة الأولمبية يوم الخميس المقبل بعد شكوى النادي الأهلي ضدها. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعود إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري. تحديد يوم 24 نوفمبر موعد لإقامة مؤتمر صحفي ضخم احتفالا بالشراكة بين الأهلي وشركة اتصالات مصر، وذلك قبل يوم واحد من افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع الخامس. بيان المجلس الأعلى للإعلام. قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك، وتلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس حول مخالفات للأكواد الإعلامية التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي. أعطينا فرصة طويلة الأمد لقناة الزمالك لكنها أساءت التصرف، ولا بد من التدخل الحاسم والفوري لإيقاف تلك المخالفات. ومرتضى منصور يعلق على التحقيق معه من المجلس الأعلى للإعلام، طبعا حقهم ومفيش أي اعتراض. خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر. كولر لا يتوقف عن العمل ويستمر في العمل بعد التدريبات اليومية حتى مع رحيل الجميع من النادي، لكنه يظل يؤدي عمله وفي بعض الأحيان نغادر ملعب التتش في 12 منتصف الليل، وبعد المباريات تجده يفتح اللابتوب ويبدأ في تحليل اللقاء والتجهيز للمباراة المقبلة. هو يركز في كل التفاصيل ويعتقد أن الفارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة هو التفاصيل الدقيقة. عمرو أديب يهاجم مرتضى منصور من جديد. في واحد مجنون بيطلع على قناة الزمالك هيصدعنا الفترة اللي جاية إن هو اللي منع الناس تنزل 11-11، ودي بطولة من ورق البلد في غنى عنها وعن الأشكال دي الفترة اللي جاية. الزمالك يدرس التفاوض مع الاتحاد السكندري لقطع إعارة محمود علاء في يناير لتعويض غياب الونش والعودة مرة أخرى. عمر مرموش يسقط مصابا بقدمة قوية في الظهر في مباراة فريقه أمام هوفنهايم في الدوري الألماني، ويغادر المباراة في الدقيقة 12. قطر تعلن وبشكل رسمي مباريات منتخب قطر في كأس العالم بدور المجموعات ستذاع عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة وكأس. أرسنال يعزز صدارة الدوري الإنجليزي في فترة توقف كأس العالم وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد الهزيمة في مباراته الأخيرة. وليفربول يرتقي للمركز السادس في ترتيب الدوري بعد الانتصار على ساوثهامبتون. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.